لحظة. شيخ أبو عثمان، شيخ أبو عثمان، الآن هذا الرجل شيخ معاوية الشامي ومن كبار مشايخ تركيا، وشيخ عمار علي من كبار مشايخ فلسطين، يقولان أن عليا لا يعتبر خليفة شرعي. أنت كشيخ أبو عثمان شو جوابك على هذين الشيخين؟ تفضل. طبعا سيدنا علي خليفة شرعي رغم أنوف من يأبى. الله أكبر. سمعت يا معاوية؟ الله أكبر. خليفة شرعي وخليفة شرعي بعد أعطينا الرد على هذا عثمان. اي تفضل رد على الاخ ابو عثمان. شيخ انت ترد علي. خليفة لا تفضل شيخ. شرعي بعد يا استاذ وعد. خليفة شرعي بعد ابي يا استاذ عثمان ممكن نرد عليه؟ ما سمعتك يا استاذ، ماذا تقول؟ انت تنكر خلافة سيدنا علي؟ ايه يقول مش خليفة. يا استاذ عثمان معنا نرد عليك. اتفضل رد علي، اتفضل. ماذا ما هي حجتك يا عثمان؟ ما وجه رجل من وجه رسول الله حارب ام المؤمنين وجعل جملها كالقنفذ واسقطها من فوق اودجها، وجعل الخوارج يطوفون حولها وارادوا ان يسلوها. ما موقفه امام رسول الله؟ تفضل. بسم الله والحمد لله. هيبارك يا حبيبي. اللي رد السيدة عائشة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ما وجهه من وجه رسول الله من حارب ابن المؤمنين يا رجل؟ من وجهي. هدي رسول الله لم يقل من والى عائشة فقد والاني ومن عادى فقد عاداني. قال في علي، قال من والى عليا فقد والاني ومن عاد علي فقد عاداني. انا ام المؤمنين آية على الارض يا رجل. آية حبيبة رسول الله. ليس حبيبة رسول الله من جعل الخوارج يريدون ان يسلوها وطافوا حولها وانتجها يا رجل. طب لم يسبيها لماذا لم يسبيها؟ هو تمكن منها، لماذا لم يسبيها؟ خلينا نرد عليه. رد تفضل. اولا ماذا تقول بهذا الرجل يا استاذ عثمان؟ هل هذا خليفه شرعي؟ كيف وجهه من وجه رسول الله؟ تفضل. اصبر يا استاذ. وجهي بكسر. اصبر يا استاذ. اصبر يا استاذ. ماذا اصبر؟ والله لو كل مسلم يفكر فيه بيعلم انه يقول علي شرعي ولا غير شرعي. هرد عليه بعدين لو تحب. ان سمح للخوارج يتهجمون على ام المؤمنين ويريدون ان يسبوها، كيف وجهه من وجه رسول الله؟ انا هرد عليه يا جماعه، خلينا نرد عليه بالله عليك. يرد عليه. الاستاذ ده نصيبي لازم نرد عليه بالدليل. الله يهديه. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذي ايها الشامي الذي اسال الله لك التوفيق، قالت عنه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، فقال لها النبي: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة؟ فلهزني لهزة أوجعتني. هل بذلك نقول أنها ظنت سوءا في النبي فنخرجها من الملة يا أيها الشامي؟ رد علي إن استطعت. هل نخرج أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بهذا الحديث من الملة؟ لما ترقبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وخرج من حجرتها فراقبته وظنت أنه يخرج لبعض نسائه ويترك ليلتها، فذهب إلى البقيع ودعا لأهل البقيع، فلما رأته دعا لأهل البقيع، رجعت مسرعة إلى حجرتها ونامت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها صدرها يرتفع وينخفض وكأن به ربوا أو مرضا، فقال لها: مالك يا عائش؟ فقالت: يا رسول الله ظننتك خارجا لبعض نسائك فتقول فلهزني لهزة أوجعتني. وقال: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هل بفهمك هذا نخرج عائشة من الدين أيها الشامي؟ أجبني بالله عليك. يعني هي قصدك شيخنا أنه عائشة ركضت وراء النبي، يعني كانت تلاحقه للبقيع؟
وين الجواب يا استاذ؟ وين الجواب؟ لحظه يا شيخ شامي، هجاوبه بعد يا استاذ وعد. لا شلون خلينا افهمه الجواب. يعني بس انا شيخنا ابو عثمان، السيدة عائشة شكت في النبي صلى الله عليه وسلم انه يترك ليلتها ويظلمها ويخرج متسللة اعوذ بالله امرأة اخرى. طيب شلون تشك انه النبي ظالم؟ شلون هذا؟ اصبر يا عمي، لا مش حجه عليك لك يا عمي، لا اصبر، انا اجيب له حجه عليك، حجه تاخدها انت حجه عليا؟ الله يهديكم يا شيعه. تفضل. اصبر يا عم، اصبر. هنا علة خارجية جعلت أم المؤمنين تفعل ذلك، ألا وهي علة الغيرة. الغيرة. فلا نقول بذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها كيت وكيت وكيت، ولكن بفهم هذا الشامي، إذا كان فهمه هكذا فبهذا الفهم السقيم هنا نخرج أم المؤمنين عائشة من الدين لأنها شكت. طيب بفهمه هكذا، ولكن هنا علة خارجية. وهناك والله يا شيخ دمرتهم بهذا هذا الاستدلال. الآن معاوية الشامي خلاص يسكت بعد ما يقدر يتكلم. أنا عايز برضه أضيف حتة بس يا عم اصبر يا عم اللامي، يا عم ما تجيش بكرة تقول لي تحتج بهذا علي يا أستاذ وعد، الله يهديك. هنا علة خارجية كعلة عمار لما سب النبي صلى الله عليه وسلم فكان مقهورا، وعلة الغيرة. وين عمار سب النبي؟ عمار ما سب النبي. لا سب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له إن عادوا فعد يا عمار. فعندنا قصة السيدة عائشة وقصة عمار بن ياسر. هذا بتاعت التعذيب لما خرجت. ايوه، ما انا بقول في عله خارجيه، ما سبش من قلبه. لا شو دخل هذا شيخ ابو عثمان؟ لا يعني هم يعذبون امه وابيه ويضربون بيهم واستجاب لهم. شو دخل هذا؟ تفضل. بص يا استاذ وعد، انا هفهمك نقطه، معلش اسمعنا لو تكرمت اسمعوا يا جماعه. بص اللي اما ان يفعل المرء فعلا من قلبه وهو محب له، أو يفعل فعلا خارجيا ظاهريا بسبب ظروف خارجية. عاوزين نفرق بين الحالتين دول، هل يستويان؟ واحد يفعل فعل من داخله من قلبه وهو محب له، وواحد يفعل نفس الفعل خارجي بسبب خارجي وهو غير محب له. أضرب لك مثال سريع. لما شرب رجل على عهد النبي الخمر ولعنه بعض الصحابة فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فالأصل في القلوب حب الله ورسوله. فنحن نقول جميعا أن يعني الآن شيخنا إذا رحت للخمارة وشفت واحد يشرب له بطل أنا بس عايز أرد على الله. يشرب له بطل ويسكي، أقول خلي، لأن هذا يحب الله ورسوله. يعني هو يحب الله ورسوله ويشرب ويسكي. نعم، ما تقول خلي، ولكن نقول أن هذا الأمر لا يستوجب له اللعن أو الخروج من الملة. زين شلون يجتمع شيخنا شلون يجتمع يا شيخنا؟ في فرق. شلون ان شاء الله شلون يجتمع الويسكي مع حب الله؟ تفضل استاذ عمار. اقول لك بس خلي يشكل عليك استاذ عمرو السني يشكل عليك وبعد يديه فرصه. خليني ارد عليه معلش على الاستاذ وعد. طب انا انا همشي بس يتكلم دقيقه وانت تفضل. همشي نعم. بص حضرتك انت رايك ايه؟ خلطت بين شيئين. هوى النفس ان انا مثلا اشتاق للخمر والعياذ بالله، انا بحب الخمر جدا، لا ما ينفعش. انما لو واحد حاطط السيف على رقبتي، يا تشرب الخمر يا هقتلك، دي حاجه ثانيه. فهنا سيدنا عمار بقى محطوط على رقبته السيف. خد بالك في عنصر خارجي هنا دخل في الليله دي، انما جاي انا من هوى نفسي وتقول لي في اضطرار، مفيش اضطرار. الحاجه الثانيه الاخيره عشان يعني انا اعتذر اللي جبت مثال الخمر. انا اعتذر اللي جبت يا سيدي. احتفظ بس استنى بس خرج مثال الخمر، من الموضوع معلش. يا سيدي حاك عليا بس. طب اكمل بس بالله عليك اصبر عشان انا همشي بس. الحاجه الثانيه في واحد طلع قال لك ماذا يقول النبي؟ كاننا بنمثل مشهد سينمائي. سيدنا علي هيقول النبي يوم القيامه ايه لما النبي يقول له ان انت حبيت تسبي ام المؤمنين. الكلام ده خد بالك اتهام صريح
صريح لسيدنا علي وللصحابه، لان الامام علي فعلا غلب جيش السيده عائشه وتمكن منهم فعلا، لكن اكرمها اشد الكرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يوم القيامه يقول ايه؟ يا عائشه، مش ربنا في القران الكريم قال وقرنا في بيوتكن؟ مش قال كده ربنا يا جماعه ولا ما قالش؟ صح. في نساء بتخرج تقود جيوش في الاسلام؟ مفيش. فاذا النبي مش هيحاسبها، النبي مش هيحاسبها يا استاذ، النبي مش هيحاسبها يا عم. انا انت فاهم صلى الله عليه وسلم. استنى بس، ما تقاطعنيش بالله عليك، بالله عليك ما تقاطعنيش. انا برد على واحد قال كده، قال النبي يوم القيامه هيجي يعاتب سيدنا علي، فانا بقول له لو احنا هب ان ده صحيح احنا بنرد على افتراضيه. ما تجيش تقول لي النبي مش هيقول كده، ما انا عارف النبي مش هيقول كده، احنا جبنا الديب من ديله يعني. لكن انا بقول لك الحجه، لو انت طالما انت خدت هذا المنطق، لو النبي هيلوم حد او ربنا سبحانه وتعالى هيلوم حد او خد بالك او هيحاسب حد، طبعا هنتحاسب كلنا. اذا اول حاجه دي ناس خرجت على الامام، ونمره 2 امراه تقود الجيوش وربنا بيقول لها ما تخرجيش، تمام كده؟ فده رد على واحد بيفترض هذا. جزاكم الله خير. طيب تفضل ابو عثمان حتى اخذ الشيخ ابو احمد ويانا. تفضل ابو عثمان. طيب يا جماعه، قلنا هناك فرق لكي نخرج عن الان بعد انت ابو حسن، خلي يتكلم شيخ ابو عثمان ترد عليه. اصبر يا ابو حسن. قاعده عامه يا جماعه عشان لا يقع حد ناصبي او شيعي او سني في هذه القاعده، فان وقع في عكسها ضل والعياذ بالله. ما هي هذه القاعده؟ أن لابد أن نفرق بين من يفعل الفعل لسبب خارجي إن كان فعل كفر أو قول كفر، ومن يفعل الفعل لحب داخلي للكفر ولبغض الله ورسوله والمؤمنين. إن فرقنا بين هذا وهذا والله لنجونا. ومثال سريع لذلك، احنا ضربنا مثال السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان السبب الخارجي الغيرة، ومثال لسيدنا علي وسيدنا معاوية وكان السبب الخارجي لسيدنا علي استتباب الامور الاسلامية واستقرار الدولة الاسلامية، وبعد كده نقتل قتلة عثمان، وكان السبب لسيدنا معاوية الخارجي انه كان ما حدش هي الغيرة خارجي يا استاذ. الغيرة سبب خارجي. الغيرة سبب خارجي. كلمة خارجي يا أستاذ يعني بعيدة عن الشك القلبي الذي يكفر صاحبه. فاهمني يا أستاذ؟ يعني ليس يعني اضطرار، يعني تدخل في الاضطرار حضرتك يعني إلا ما اضطررتم إليه. هي لا بص في اضطرار، أيوه. فيه عذر بجهل، في عذر بتأويل، في عذر بغيرة عند النساء. دي أمور نسائية تقع في قلب أي امرأة، وليس معناها أنها يعني تشك شكا إيمانيا، ولكن اللي خلاها تقع في ذلك الغيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهجها. يعني الغيرة دي لما تيجي على امرأة لا تسأل يعني لو امرأة غارت لا تسأل عما تفعل. يعني امرأة غارت لا تسأل عما تفعل. كون النبي بص كون النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا الفعل منها ولم يطلقها ومات وهي زوجته وقال زوجتي في الدنيا، ما له علاقة. كل هذا ما فيش علاقة، ما له علاقة انه فلان يعني انسان. يعني يا عم وعد لو انت معك امرأة وقالت هذه اللفظة وأنت عندك هذه اللفظة كفر فأصبحت كافرة، هل يبقيها الله على ذمتك؟ لا لأنه إنزال الكفر، لا شيخنا، لأنه إنزال الكفر على المعين هنالك فيه شروط وموانع. يعني الآن لما جاء هذا الرجل لما جاء يا أستاذ وعد، مش مجالنا، مش قضيتنا دي، مش كفر المعين. يعني أنت مو سألتني يا أخي لما رجل ولا امرأة، نسيت لما سأله وكان يقول عندما كان فرحا وقال يا ريت لو ابو الحسن صلى، قال الله لله تبارك وتعالى اللهم انت ربي وانا اللهم انت عبدي وانا ربك. فهو قال هذا الكلام كلام كفري، لكن النبي قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمو كل واحد يتلفظ بلفظه. اما مثلا انت تقول لي
انه خرجت و42 يوم مثلا والدماء تسيل بالشوارع واعداد وجيش واموال وطعام واطعام وكذا، وكل هذا من اجل محاربه الامير عليه السلام. هذا اصرار، هذا ما في غلط ولا في سبب خارجي. والا لو وقفوك انت طباخ تطبخ للجيش ولا حداد تشحذ السيوف ولا شيء، يقول لك تفير رايح. ايش نيتها يا استاذ وعد في الخروج؟ نيتها البغض لعلي بن ابي طالب عليه السلام. انت شققت عن قلبها؟ اي لا لانه شق عن عملها. العمل ظاهر. عملها يا حبيبي، الاسلام ما يقول لنا قلوب، ما يقول لنا على القلوب. الاسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الاسلام. الان ولي الامر، خلي اخدمك، ولي الامر مفترض الطاعه. ما يجوز على انسان ان يخرج على ولي الامر. عندنا حنا السنه وعلماءنا قالوا، اسمع، قالوا، بس اقرا لك مصدر من المصادر الله يحميك، بس اصبر علي. هذا كتاب شيخنا الحبيب ابو عثمان، هذا كتاب اسمه اخواني الاحكام السلطانيه لابي يعلى الفراء امامكم. اسمع ماذا يقول مولانا الكريم عامر وباقي الاخوه والاخوات، اسمعوا ماذا يقول. شوف، هذا الامام ما يجوز ان تخرج عليه. هذا امامكم على الشاشه كتاب انقل الحريه الاحكام السلطانيه ابو بنين الله يحفظك. هذا كتاب الاحكام السلطانيه. ماذا يقول لابي يعلى الفراء امامكم على الشاشه؟ يقول: ومن غلبهم بالسيف، يعني مش مبايع، يعني حتى لو بالقوه عنده دبابات وما اعرف ايش. يقول: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفه سمي امير المؤمنين. يقول: لا يحل لاحد يؤمن بالله، اسمع، لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيت ليله واحده ولا يراه اماما عليه برا كان او فاجرا فهو امير المؤمنين. يقول لك اذا كان يشرب المسكر هنا، اذا كان فاجر ما يجوز ان تخرج عليه ليله واحده. سؤال: 1442 متر كيلومتر عائشه خرجت من مكه الى البصره، كم ليله تحتاج هذه وهي خارجه ولا يحل لها على الفاجر؟ استاذ عمر، الفاجر ما يجوز ان تخرج عليه ليله واحده. فاذا لما جوزوا الخروج على علي، اذا علي عندهم ادنى حتى من الفاجر، لان لو كان فاجرا لما جاز الخروج عليه. طيب شلون تخرجون على علي اذا عندكم في مرتبه اقل من الفاجر والعياذ بالله؟ لاحظت المصيبه؟ يقول لك: ويسمى امير المؤمنين. يشرب خمر، ياكل تمر. المهم الشيخ ابن العثيمين قال كلام حضرتك ده، قال لك لو عمل اللي يعمله ما مالكش دعوه بيه. ايه حتى لو عمل العمل. انت تستدل بالحديث ده يا استاذ وعد. مو حديث، هذا راي العلماء شيخنا. حتى حديث مسلم حجي: من كره من امير شيئا فليصبر ومن خرج على السلطان شبرا واحدا مات ميته جاهليه. شبر واحد يموت ميته جاهليه. يعني انتم شيخ عثمان شبر واحد ما تقبلون، وعلي بن ابي طالب تقطعون كيلومترات علشان تخرجون عليه. والله حرام والله. الروايه الكلام ده تستدل به ليك ولا عليك؟ عليك انت. مفيش ليك ولا عليك، هو ما تخرجش هي حضرتك. يعني انت تؤمن بالكلام ده؟ شنو؟ ربنا اللي قال وقرنا في بيوتكن يا اخي، مش امن ايه؟ لا انا ما بتكلمش على كلمه وقرنا يا استاذ، انت كنت بتقول هتكلم كلمه وامشي، ما تقطعنيش.
الله ما انا يهديك. بسمعك اصلك، ما انا الله يهديك انت كمان، بس ما تقول ما كلام لم يخف حضرتك يعني حسين، أنا اللهم بتبرر. امين. اللهم امين، رب يهديني يا رب. يا استاذ وعد، الكلام اللي انت قراته ده في عدم الخروج على الامام، انت بتستدل به يعني ليك علينا؟ لا الزاما لك. انا عندي الامام علي هو يعني انت تلتزم به ايضا؟ لا التزم بشيء. انا التزم اذا الامام الحق اللي هو امير المؤمنين والحسن والحسين ولاد الحسين. اما واحد مثل يزيد الكلام يلا هسه غير سالتني. اصبر يا اخي انت ما تسالني، خلي اعطوني اتنفس، انتم ما تتركوني اتنفس. طب انت عارف عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان هي خرجت صح يعني؟ انت عايز تقول كده عشان الغيره؟ حاج وعد نجاوب على. تفضل ابو حسن. مش انت بتقولي الغيره خليتها تخرج فده خلاص ليها حقها؟ ده ينفع الكلام ده؟ دقيقة يا اخو، بعد اذنكم.